اتمرن وانا عندي برد او سخونيه ولا لا يا كوتش؟ بص، في فرق لو عندك برد او سخونيه. لو عندك سخونيه تحت اي ظرف إن كان بلاش ان انت تتمرن، عشان معنى ان جسمك سخن معناه ان في التهابات في الجسم، والجسم بيحارب البكتيريا والمناعه شغاله كويس. فلما تروح تتمرن وتعمل هدم عضلي وتبذل مجهود كبير ده مش بيكون انسب حل وانت سخن. لو انت عندك برد عادي، رشحه او حساسيه، انت ممكن تتمرن تمرين خفيف زي المشي او الكارديو، ويستحسن ان انت ترتاح في البيت مده التعب دي، عشان اولا ما تعديش حد، ثانيا عشان البرد يخف بسرعه. طب البرد لو مجرد رشحه خفيفه، انت ممكن تتمرن كارديو من غير ما تجري، تمرين زي المشي، ويستحسن ان انت ترتاح في البيت عشان جسمك يتعافى بسرعه، وعشان برضه ما تعديش حد. برضه عشان تعلي معدل الريكفري بتاعك لازم تهتم بالفيتامينات والاكل بتاعك، وتشرب سوائل دافيه كتير زي الجنزبيل والقرفة مع العسل. ده كويس جدا في نزلات البرد، وخصوصا بيعوض جسمك من السوائل اللي بيفقدها. والف سلام عليك والف سلام عليا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات اي اسئله تخطر على بالك بخصوص التمرين او الصحه عموما وانا هجاوبك عليها. سلام.